بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، أرحب بكم في هذه الحلقة رقم 61 في برنامج مع اللغة العربية. معنا ضيف عزيز، وإن شاء الله بعد قليل نلتقي وإياكم، فكونوا معنا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. في هذا المدخل القرآني أتشرف بعناية فضيلة الداعية الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد، إمام مسجد قباء بمدينة برمنغهام في بريطانيا. سيد الكريم، مرحبا بكم في هذه الحلقة، وهي رقم 61 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أهلا بكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ويحلو اللقاء مع الشريف ومع 61. فل 61 ألق خاص وذكريات عطرة وتاريخ مجيد. وهذه الحلقة يعني إذا نالت شرفا عظيما بأن تكون الحلقة 61 إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دائما حياتنا إن شاء الله إنجاز وتوفيق وسداد ورضا من الله سبحانه وتعالى. أرحب بك وبكل الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام في هذه القناة الرائدة. بارك الله فيك شيخنا الفاضل الشيخ أبو الرشيد. وبما أنكم ذكرتم 61، نحيي زملائنا في قناة 61 القناة برضو الذين يجاهدون معنا في هذا المضمار، ونتمنى لهم التوفيق. نحن في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية نسعد كثير بفضيلة الشيخ الداعية، وهو رجل هميم يجيب دعوتنا عندما نطرق بابه، فلك الشكر الجزيل الذي تستحقه الشيخ الفاضل. وكما تعلم شيخنا العزيز، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. قرأت لكم نعيا 5 نوفمبر هذا الشهر، نعيتم فيه فضيلة الدكتور الرجل الداعية أبو معاذ مختار بن فرج من تونس الخضراء الشقيقة. وبما أن المؤمنين إخوة، وقد ذكرتم فيه مناقب كثيرة استوقفتني كثيرا. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وكان رجلا رساليا ورجلا دعويا. فقبل أن ندخل في طيات الحديث، شيخنا الفاضل، يا حبذا لو تناولتم في البدء أن نذكر محاسن موتانا عندما يرحلون، وأن نذكرهم وهم أحياء ليكونوا أنموذج وقدوة للآخرين. فماذا أنتم قائلون في هذه المداخلة قبل أن نلج إلى ذلك الراحل رحمة الله عليه؟ في الحقيقة قبل شهر تقريبا سعدت بحضور لرابطة علماء ودعاة العراق، وهم يكرمون علماءهم الكبار. وحقيقة كانت لفتة عجيبة جدا. مقدم البرنامج قال: الناس لم يألفوا أن يكرموا أهل الفضل والعلم وهم أحياء، وقال لذلك نحن أردنا أن نكرم علماءنا. وكان هناك تكريم حقيقة الواحد ممكن سالت دموعه، لأن بعض الشخصيات العظيمة الذي تمنيت لو كانوا في ذلك اللقاء حاضرين، ولكن ظروفهم الصحية لم تسمح لهم بذلك. أمثال أستاذنا الكبير فاضل السامرائي، فأوفد ابنا له، وأخذت صورة مع هذا الابن يعني، وقلت له: هذه الصورة أنا أخذها، وكنت أتمنى أن تكون مع والدك الذي يتحفنا.
صباح مساء عبر تأملاته في كتاب الله سبحانه وتعالى والتدبر العجيب، وذلك عبر اللغة العربية. هذا البرنامج الذي أتمنى، وكثير من العلماء الذين كرموا في هذا، بعضهم محدثين كبار وبعضهم يعني مؤرخين، مثل المؤرخ الكبير دكتور خليل، سبحان الله، قرأنا كتبه كثيرا. مؤرخين. فالمهم الأمر في الموضوع اللفتة البارعة من هؤلاء الإخوة بأن يكرموا علماءهم. ونحن أيضا كمجتمع في حاجة إلى أن نلتفت إلى أهل الفضل والعلم الذين بذلوا الكثير، وإلى المناضلين القدامى الذين أعطوا لهذا الوطن كل ما يملكون. فينبغي أن نلتفت هذه الالتفاتة أيضا إلى هؤلاء الذين يستحقون أن نقول لهم على الأقل كلمة شكرا، ويشعرون أن لهم أبناء يذكرونهم ولم ينسوا ما بذلوه من جهد. فللأسف أستاذ أحمد في تقصير في هذا المجال، وفي العادة طبيعي الناس تأخذهم العاطفة تجاه من يرحل ويلتفتون إليه بعد موته، لكن الإنسان أن يكرم وهو حي لعله هذا يكون أفضل. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني التوفيق والسداد بإذن الله. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. ذكرتم في ما نشرتم في 5 نوفمبر، يعني قلتم فجعت بريطانيا بوفاة الدكتور أبو معاذ مختار بن فرج، وذكرتم بالقول عندما قدمتم إلى تلك البلاد بفعل الفاعلين، يعني كان من أوائل المرحوم رحمه الله، من أوائل الإخوة الدعاء الذين استقبلوكم ورحبوا بكم ترحيبا عظيما، وظل يستفسر منكم ويسأل عن أحوال إريتريا وشعبها. من هو هذا الشيخ الداعي الجليل؟ وهذه الكلمات لم تأتي من فراغ، ولكنها تعبر عن فقد جلل. فنسترجعك إلى ذلك التاريخ شيخنا، وحدثنا عن الراحل المقيم رحمة الله عليه. نعم، مختار بن فرج أبو معاذ الأصل تونسي، وفي عام 1984 تقريبا درس اللغويات في جامعة دنبرة، وثم الماجستير، وتزوج أم معاذ محمد مزيوني تونسية أيضا. ثم تنقل كثيرا إلى آسيا، قطر، البحرين، وعمل كثيرا في السعودية وفي ليبيا أيضا فترة من الفترات. لكنه في جميع هذه الدول التي رحل إليها كان دائما يهتم بالتعليم وكذلك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذين الأمرين. ولذلك أبو معاذ تقريبا لم يترك إلا يعني رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه وكتيب صغير تقريبا، يعني لم يكن يهتم بالتأليف، ولكنه كان مهتما جدا بتأليف القلوب ومهتم بتربية أجيال. ولذلك هنا في بريطانيا أذكر لما عملوا له رثاء، أكثر من بكاه كان إخوة أسيويين وإنجليز والشباب اللي ولدوا في هذه البلاد. يعني حقيقة رأيتهم يزرفون الدموع على هذا الفقد، وكان يقول معلمنا الكبير، معلمنا العظيم، معلمنا، وهكذا يعني مربينا كانت تتكرر كلمة مربينا. وترك هو الحمد لله يعني دعاة، وترك شباب الحمد لله يعمل الآن في كثير من مجالات الدعوة والعمل الخيري. رعاهم مهتم بهم وكان قريبا منهم جدا. وأعتقد أن ثمرة بناء الإنسان قد تكون أعظم من ترك كتاب، يعني والله أعلم، لأن هؤلاء الناس منهم اليوم من يؤلف ومنهم من يعلم ومنهم من يربي. وأنا أذكر كان هو واحد من الناس اللي سعى وبشدة حتى أكون خطيبا لصلوات العيد في المسجد المركزي الكبير. هذا مسجد في مدينتنا يسع حوالي 10,000 مصلي، أضخم مسجد تقريبا في هذه المدينة. لما جيت في عام 2005 كان قبلي أخ يخطب فيه للعيدين فقط، المسجد يصلوا فيه
يخطب فيه باللغة الإنجليزية والأردية والأردو والعربي والبنغالي وهكذا، يعني لغات كثيرة في العيد، يعلن في صلوات بلغات مختلفة. فكان قبلي يخطب أخ مصري في هذا الموقع، ولكن لست أدري ما هو السبب. أبو معاذ سعى بشدة بعد هذا الأخ ما سافر من هذا البلد أن أكون أنا خطيب هذا المسجد في العيدين، وما زلت إلى الآن كلما، طبعا أنا إمام مسجد وفي العيد مفترض أن أخطب في مسجدي وأن في أكون مسجد مختص، قباء. لكن نعم، لكن ما زلت تقريبا من 17 سنة وأنا ملتزم بخطبة العيدين، سواء كان الأضحى أو الفطر في هذا المسجد. وكلما أحاول أن أعتذر للأخوة أتذكر أخونا أبو معاذ وكيف كان يشد من أزري. فسبحان الله ما زلت إلى الآن، يعني أول خطبة في هذا المسجد تلقى باللغة العربية وأكون أنا الخطيب فيها، يعني ودائما يعمل لي إشكال مع مسجدي. لكن مع ذلك يعني ما زلت كلما أحاول أن أتنازل وأترك هذه الخطبة أتذكر أبو معاذ كيف كان يوصيني بأهمية هذه الخطبة، وأن الأخوة غير العرب يحبون اللغة العربية، وعلينا أن نقدم لهم خطاب معتدل وليس خطاب متشنج. حتى هم طبيعتهم هكذا، كان يقول لي نحن العرب طبيعتنا فيها كثير من القسوة والهمجية والتبديع والتشريك وهكذا، والأسويين يحبون اللغة الهادئة الناعمة، فأنت أوفق بهم وأقرب إليهم في الخطاب. فسبحان الله، فهكذا الرجل يترك بسمة في كل شيء، يترك بسمة في كل شيء. وطبعا ذكرته أيضا، أنا أيضا تكلمت معه، سألني من أحوال إريتريا وكذا، ومن ضمن الأشياء ذكرت له أحوال اللاجئين والأوضاع الموجودة، فقال لي أنتم في حاجة إلى مؤسسة خيرية. فأنا قلت له يا أستاذ أبو معاذ، والله نحن لا نمتلك يعني شخص صاحب همة ممكن أن يقوم بهذه المهمة الآن. في عدد محدود من الإريتريين في المدينة، لكن ما أظن في واحد يعني يمتلك هذا، وأنا جديد ما أعرف الأخوة إلى الآن، لكن قلت له إن شاء الله هذا شيء ضروري. فإذا به فيما بعد أنا سمعت، ما كان عندي علم، الأخ سلطان يقول أن أبا معاذ ناداه وقال له يا أخي أنت لا بد أن تعمل جمعية خيرية. يا سيدي. انظر إلى هذا الأمر كيف هو. نعم. أنا لم ألاحظ أنه ممكن سلطان يحمل هذه الرسالة، لكن هو كيف أدرك أن سلطان ممكن أن يقوم بهذا الواجب. يا أخي فطنة عجيبة واهتمام بالناس. نعم فراسة. سبحان الله سبحان الله. مباشرة ذهب إلى الرجل المناسب وفاتحه بالأمر، وأنا ما علمت هذا إلا بعد ما ذكر في لقاءات، وأبو سلمان يقول والله إنه أخونا يعني أبو معاذ هو اللي قال لي لازم تعمل جمعية خيرية، وبعدها انطلق سلطان سبحان الله. فجزاه الله عنا خير، جزاه الله عنا خير. ما زالت إيثار مستمرة، وما زالت أيضا خطبة العيدين يعني مستمرة، يعني فربنا لذلك يكتب نحن له. نهتم بهذا القائد المرحوم الدكتور أبو معاذ رحمة الله عليه. وهكذا هم الرجال يتركون صدقاتهم وأعمالهم الخيرية هي التي تتحدث عنهم، وإن شاء الله في ميزان حسناته. كذلك ذكرتم شيخنا الفاضل أنكم وجدتموه همة عظيمة، وقد أكمل حفظ القرآن الكريم مع مشاغله الكثيرة وأنشطته المتعددة، وفتح حلقة بعد صلاة الفجر يجلس مع الرواد حلقتي لحفظ آية واحدة مع مراجعاته السابقة، وفقهم الله لحفظه طوال كل حياتي. كان رجلا قرآنيا. يا ريت تحدثونا عن أهمية، ونحن كل من يدعو إلى الله ويدعو إلى القرآن فهو في صلب هذا البرنامج وفي صلب الدين الذي يدعونا إلى تأمل كتاب الله وحفظه والعمل به. فكيف كان رجلا قرآنيا مع تلامذته وطلابه وأصدقائه؟ هو في الحقيقة لما سبحان الله دائما كان كثير الجلوس في الحلقات القرآنية والتفسير، يعلم ويتعلم. ثم يبدو أنه قرر أن يبدأ هذا المشروع، مشروع تحفيظ الناس بطريقة حفظ آية واحدة في كل يوم. وأعلن، أذكر في مسجد اسمه دار الطلبة المسلمين هنا، وهذا المسجد مسجد تاريخي أسسه الطلاب الوافدون في هذه البلاد عندما كانوا طلاب وما كان في مسلمين في هذه البلاد، فأخذوا لهم دار سموها دار الطلبة. ودار الطلبة كان دار هكذا يجلسون فيه ويتفاكرون ويأتوا بأسرهم ويعملوا فيه ندوات، ثم تحول اليوم إلى مؤسسة كبيرة ومن ضمنها مسجد كبير. فهو
أول ما جاء من أدنبرة كان التحق في هذا دار الطلبة، وكان مسؤول دار الطلبة، كان يرأس هذا الدار. وبعد ذلك بعد فترة هو رحل الدار، قرر من يديرها إلى تحويلها إلى مركز كبير، فتحولت إلى مركز كبير، وكان نعيه هناك، وكان يذكرون فضله وجهده في هذا المكان. فهو لما يبدو أنه قرر أن يحمل مشروع التعليم هذا للقرآن الكريم بتحفيظ آية واحدة للمصلين بعد صلاة الفجر، أول شيء بدأ بنفسه. فأذكر جاء عندي وقال لي: يا أخي محمد، أنا أريدك أن تتوسط لي عند الشيخ رجب. الشيخ رجب هذا واحد من علماء القراء الكبار مصري، يسمى كشك الصغير، يعني تقريبا هو نسخة من الشيخ كشك في خطاباته وفي حفظه وفي صوته. هو مصري، الشيخ رجب زكي. حي يرزق موجود يعني. موجود الشيخ رجب. نعم. نعم، هو كفيف واشبه حتى في الشكل بالشيخ سبحان الله عبد الحميد كشك، هو استاذه. الشيخ عبد الحميد نعم. كشك. نعم، هو استاذه، يعني استاذ الشيخ رجب استاذه عبد الحميد كشك، وكان يقلده في كل شيء، حتى لقب بكشك الصغير يعني. فهو طلب مني مختار بن فرج، قال لي: لو تتوسط لي عند الشيخ رجب حتى يعني أكمل عنده حفظ القرآن الكريم. فقلت له: يا شيخ أبو معاذ، ما تحتاج إذني مباشرة، أنا إذا بطلب منه يعني. قال لي: لا، أنتم أراه مشغول، وأنتم الآن في إدارة البرنامج والمركز اللي أنت تعمل فيه، وقتها كنت أعمل في مركز آخر كبير. فأخذت مباشرة وذهبنا إلى الشيخ رجب، فقلت له: هذا أخونا أبو معاذ يعني يطلب بأن يراجع معك القرآن الكريم. قال: على طول، تفضل. وجلس، وتقريبا أكمل ما بقي له من حفظ مع الشيخ رجب في القرآن، وراجع معه باقي لنا، وأخذ إجازة من الشيخ رجب، أخذ منه إجازة. ثم مباشرة أقام هذا المشروع، مشروع تحفيظ آية في اليوم، وكان لا يتخلف عن صلاة الفجر في المسجد ثم يجلس. ودعا لهذا أغلب الناس الذين عندهم صعوبة في حفظ القرآن، أو أميين لا يستطيعون القراءة، أو عجم، أو أولاد مولودين أو إنجليز أسلموا، قراءة اللغة العربية صعبة عندهم. عمل لهم لفليت خاص كده، ودعاهم إلى صلاة الفجر في المسجد وحفظ القرآن. فسبحان الله، يعني اندهشنا بعد سنوات إذا ربنا يوفقه، يعني يحفظ الناس البقرة وآل عمران والمائدة والنساء. أنت تخيل هذا الجهد، 7 أيام في الأسبوع مستمر، يعني يرددوا آية واحدة، يرددوا لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا أتقنها الجميع سبحان الله، انتقل غدا بعدها في الآية التي بعدها ويراجع معها ما فات. طريقة ما كنت أتوقع أن ممكن هذه الطريقة. همة عظيمة. نعم، وايضا ولذلك بعض الاخوه قالوا لي: يا سبحان الله، يومها ذكروا قالوا: ما كنا نعرف حتى نحسن كيف نقرا ايات غير قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق. فاذا بنا اليوم نمتلك 3 أجزاء 4 أجزاء بفضل هذا البرنامج العظيم اللي ربنا وفق له اخونا الشيخ. فسبحان الله، سبحان الله، هو دائما كان ما افضل من تاليف الاف الكتب. آلاف الكتب، سبحان الله يعني. وما زال رجل كبير، يعني واحد من مؤذني المسجد، يعني قام يبكي ويقول: يعني أنا كنت أخجل من نفسي كلما كنت أسمع الناس يقرأوا، وأنا رجل أمي يمني ما أعرف القراءة، ولكنه الآن يحفظ أكثر من 3 أجزاء لأنه حضر هذا البرنامج. سبحان الله. ولذلك كان يقول هو أبو معاذ، لما قلت له: أنا رجل كبير يا ولدي ما أحفظ، فقال لي: أصحاب النبي كثير منهم أسلم كبار، وحفظ كثير منهم كتاب الله، وانت ما الذي يمنعك يعني، وانت عربي عمي، ما ضروري القراءه والكتابه. فاذا بالرجل يحفظ معه الكثير. وهذه مدرسه حقيقه نحن في حاجه اليها. عشان كذا نحن نقدم نموذج للناس انه على قدر اهل العزم تاتي العزائم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وذكرتم سيد الكريم فضيله الشيخ ابو الرشيد ان المرحوم افتتح كذلك مدرسة لتعليم اللغة العربية للكبار، نعم، هو أبناء المسلمين، وأصبحوا دعاة يتحدثون العربية ويخطبون في المساجد. وكان له برضو مجاهدات أن يأخذهم إلى بلاد عربية حتى يفصحوا لسانهم أكثر. يا ريت حدثنا عن ذلك رحمة الله. أنا سمعت أنه هو من قديم مهتم بتعليم الأخوة غير العرب
اللغة العربية، وكان يقول يعني لو كنا حملنا مشروع نشر اللغة العربية اليوم لكان أمر الدعوة الإسلامية مختلف تماما في هذه البلاد. وكان يقول اللغة العربية هي مفتاح القرآن الكريم، ونحن الآن هكذا كان يقول أحيانا: وضعنا المفتاح في جيوبنا وبخلنا به على الناس. نعم. يعني وكأن هذه اللغة حكر علينا. فأنا أذكر مرة ذهبت في مدرسة كان التحق فيها ابني، وكنت جديد أيضا في البلد، يعني فوجدت المدرسة عاملة لوحة كبيرة عند مدخل المدرسة ومكتوب فيها ترحيب باللغات المختلفة، يعني باللغات المختلفة: صومالي، أردو، مش عارف أسباني، إنجليزي، يعني المهم باللغات اللي منتشرة في البلاد عاملين بها ترحيب، ومن ضمن اللغة باللغة العربية، فكاتبين مرحبا بكم مقلوبة، مرحبا بكم ومقلوبة يعني. فأنا المدرسة يدرس فيها كثير من أبناء المسلمين، فسألت واحد صومالي قلت له: يا أخي هذا ليش مقلوب؟ قال لي: العرب نفسهم مقلوبين خليهم. فقلت له: يا أخي لا لا، ما يصير الكلام ده. قلت له: أنا يا أخي الآن لغتي الإنجليزية ضعيفة، ما رأيك نذهب إلى نسألهم في الريسبشن وكذا، على أساس أنه في غلط في هذا المكان، أكيد هم ما يعرفوا، ولا ليش يقلبوا من بين اللغات يعني. فرفض، هو قال لي: لا أنا ما أمشي معك. بعدين سبحان الله وجدت أخ يبدو ليبي، فذكرت له الموضوع، فذهبنا إلى الريسبشن وذكرنا لهم أن اللغة العربية مقلوبة في هذا. قالوا: سبحان الله، هذه اللوحة عند 3 سنوات ما في إنسان نبهنا أن هذا مقلوب. ومباشرة اليوم الثاني جيت وجدتها معدلة، يعني حتى أذكر المديرة نادوها وجاءت ونزلت معنا وقالت لي: هذا كيف مقلوب؟ وين هو اتجاهه؟ فأخبرت أن هذا مقلوب كذا، صورتها ومشت، وسبحان الله عدلوها. فأنا لما قابلت أخونا مختار بن فرج قلت له: حصلت هذه القصة، فحزن جدا من هذه الحادثة جدا، يعني تألم، وقال: يعني سبحان الله، أكيد هذه المدرسة قال دخلوا عليها ناس يقرؤون العربية كثيرا ولكنهم لم يهتموا، قال هكذا ضاعت اللغة العربية بين أهلها. الاهتمام نعم. قال هانت عندهم. وذكر لي من ضمن ما ذكر، قال لي: يا أخي أنت الآن لو ذهبت إلى أماكن الجي بي أو المستشفيات أو أي مكان ستجد يعني ليفليتات يعني توضح توجيهات باللغات المختلفة. قال حتى اللغة الصومالية مع أنهم جدد جاءوا بعدد كبير في هذه المدينة، يعني ستجد توجيهات وتعليمات وأشياء، قال لي إلا اللغة العربية ما موجودة. ف... فأنا قلت له: يمكن لأنه أهلها أذكياء ويتعلمون اللغة الإنجليزية سريعا. قال: لا، ليس هكذا، ولكنهم غير مهتمين باللغة العربية. وبعدها جزاه الله خير، يعني فتح يعني مدرسة لأدلت إدوكيشن، وهذه المدرسة ما شاء الله تبارك الله كنت أرى فيها أعداد كبيرة جدا. واجتهدنا معه للبحث عن معلمين أكفاء لهذه المدرسة، وفعلا كثير منهم أيضا كان متطوع، والحمد لله كان برنامج سنة يدرسهم وسنة يأخذهم، كان يدفعوا يعني الطلاب. وما فتح مدرسة يعني أيضا كان في عائد مادي الحمد لله، والإخوة الأسيويين يحبون اللغة العربية فتسابقوا في المدرسة، وكان سنة يأخذهم إلى الدول العربية. وكثير من طلاب الآن يحضرون عندي وبعض المساجد خطبة الجمعة ويستمعون ويتحدثون اللغة العربية، والكثير منهم أيضا يعني ألحقوا أبنائهم الآن بالمدارس العربية الموجودة في المدينة عندنا هنا، حبهم للغة العربية. فجزاه الله خير حقيقة، يعني وجزاه الله كل خير. نعم، شكرا جزيلا بما قصر فيه الكثير. نعم، آسف على المقاطعة، أدركنا الوقت فنخرج فاصل قصير ونعود إليكم أيها الإخوة المشاهدون. تفضل بالبقاء معنا فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد، وأبقوا معنا مشاهدينا الكرام. نحن عدنا إليكم أيها الإخوة والأخوات، وهذه الحلقة رقم 61 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام المباركة. نتحدث اليوم سيداتي سادتي عن فضيلة الداعية الكبير الدكتور أبو معاذ مختار بن فرج رحمة الله عليه، فقد رحل في الأيام الماضية في مدينة بريطانيا. نتحدث عنه مع فضيلة الشيخ أبو الرشيد. أبو الرشيد هذا الرجل الهميم المؤمن، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته إن شاء الله. كان رجلا هميما يهتم بقضايا الأمة الإسلامية كالقضية الفلسطينية، الإخوة في العراق والمسلمين في إريتريا،
وعموم المنطقة. هذه ويجسد ذلك يعني أن المؤمنون إخوة، أن المؤمنين إخوة. فيا ريت لو حدثنا عن، وكان ينظم المسيرات الهادرة، وكان رجلا يعني صاحب فكر ثاقب ورؤية واعية وهم دعوي يناطح الجبال كما وصفت حضرتك. فتفضل بالحديث عن هذه المسألة الشيخ أبو الرشيد. أي والله، هو سبحان الله، يعني الرجل تميز بأمرين اثنين: الهمة العالية والعمل ضمن مشاريع. يعني لم يكن دائما يميل إلى العمل الفردي، ما أن كان تطرح له فكرة في ذهنه، يبدأ يستشير فيها الناس، ثم يبحث من يجد عندهم الاستعداد والهمة لمساعدته في هذا العمل. فكان دائما يتميز بالهمة والعمل المؤسسي، كان دائما. فلذلك هو ما في مشروع عمل فيه وإلا في شبه مؤسسة أو مؤسسة يتحرك عبرها. كثيرا ما كان يسعى للعمل الفردي والتعب فيه. حتى الشباب اللي كان كثير يرعاهم كان عندهم هنا قسم الكشافة ودعوة بروجرام ويوث بروجرام، وهو كان ينشط في هذه المؤسسات الشبابية اللي كانت تعمل في مجال الدعوة، لأنه كان يرى يعني هدر الوقت كثيرا ربما في قضايا بسيطة لا ينتج. فجزاه الله خير، وهذا شيء نحن ينبغي أن نستفيده. الإنسان دائما أن يكون عنده الهمة العالية والطموح العالي للعمل والإنتاج، وثانيا أن ينجح مشاريعه مع الناس. يعني الآن مثلا قناة سلام هذه لولا تنادى ربما بعض الناس مع بعضهم للعمل، يعني لو كان شخص واحد يتحرك لا يستطيع إنجازه. وكم من مشاريع في أذهاننا، ولكن ربما إذا ما استطعت أن تحولها إلى مشروع في أرض الواقع ما تنجز. فأرجو أن الأخوة يستفيدوا من أمثال هؤلاء الإخوة لتبني مؤسسات ومشاريع وأفكار تنزل في أرض الواقع. فهذا الأمر اللي تميز به أخونا أبو معاذ جزاه الله خير. ومشروعه بتاعت دعوة غير المسلمين، أذكر كون له تلاميذ وكون له دعاة، وما في تقريبا مسجد ما ذهب إليه أبو معاذ، يعني يطلب منهم أن يعينوه على الطاولة الدعوية التي كان يقيمها في وسط المدينة، بمدينة برمنغهام، كل يوم السبت كان عنده طاولة دعوية وراسل مؤسسات كثيرة معه. فعلا وجد تعاون من بعض الدعاة من بعض المؤسسات، وكان يحتاج هو إلى طباعة كتب وإعطائها للناس، وأيضا إعطاء بعض الهدايا لبعض الناس. واحد من تلاميذه أخ إنجليزي موجود معي هنا في مسجدي، دائما يساعدنا في الدروس وعمل الشباب، وعنده هذا الشاب أيضا طاولة ما زالت مستمر في نهج الأستاذ. والحمد لله يعني يدخل قبل مدة قال لي في شاب إريتري عايز يدخل في الإسلام وكذا، فأرسلت معه بعض الأخوة المتحدثين بالتقنية جيدا، والحمد لله أن دخل هذا الشاب على يديه في الإسلام بمجرد أنه استقبله يعني في الطاولة يعني في كذا. فهؤلاء الأخوة مدرسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني. وكان يعني سبحان الله عنده فطنة في اختيار الناس، هذا شيء عجيب جدا. كان دائما يعني يتفرس في الناس ويحاول أن يأخذ. فكان كم يتجنب كثيرا بعض الدعاة اللي صوتهم عالي وكذا وخطابهم تجد هو يعني قد لا يبادر إليهم، بينما تجده يذهب إلى إنسان بسيط جدا وكذا ويطلب منه الخدمة، فإذا بهذا الإنسان يتفانى معه ويقف معه. نعم. ونحن مشاهدين الكرام، عفوا شيخنا، الهدف من هذا الحديث أولا هو رجل مؤمن وأخونا في الله، ولا بد أن نذكره بالخير، جزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يجزينا وإياه ويجمعنا به بإذن الله. الشيء الآخر عزيز المشاهد، أن ننوه أن لا نستصغر الأشياء، لا تستصغروا الهمم كما تفضل شيخنا الفاضل. ونحن هذا الخطاب هو موجه إلى الداخل في الوطن العزيز الأسير، وفي الخارج نحن رسل لهذا الدين الحنيف، نحن رسل لهذه اللغة العربية، نحن رسل لقيم الدين وتعاليمه. ولو قام كل منا حيث يوجد بهذه الرسالة كما أمر الله سبحانه وتعالى، سنغير الكثير من المفاهيم المغلوطة تجاه دين الحنيف. وفي نفس الوقت يعني
المسائل الكبرى تبدأ بمبادرات وبمشاريع صغرى. هذا نموذج كما تفضل فضيلة الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ أبو الرشيد. فيا ريت توصي الناس لا تستصغر البدايات البسيطة، ودائما المشاريع الكبرى تبدأ بمجرد فكرة، وزي ما تفضلت حضرتك، ويا ريت لمزيد من الإنارة والتوضيح. أور الغيث قطرة، وإن الجبال من الحصى تتكون. نعم. والمشوار الألف يبدأ بخطوة واحدة، والإنسان عليه أن دائما أن يكون عنده أهداف، حتى لو كانت هذه الأهداف بعيدة يعني صعبة التحقيق ربما في نظره، نعم. أو بعيدة جدا أن ينالها الإنسان بسهولة، لكن من صار على الدرب وصل. وقال المتنبي لصاحبه: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن إنا لاحقان بقيصر، فقلت لا تبكي عيناك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فالإنسان نعم، فالإنسان عليه أن يحاول، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا أستاذ أحمد من العجز والكسل. أعوذ بالله الإنسان أن يساب يعني ولذلك من أبدع الأشياء اللي يمكن يعني تتعجبها، كنت أسأل نفسي دائما لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقرن بين الإعاقة وبين الكسل؟ ما الذي يعني يجعل الإنسان عاجزا وكاسلا؟ تصور واحد مثلا لا يتحرك إلا رأسه، ما عنده قدرة إلا قدرة محدودة للتحرك، وواحد آخر كامل في بدنه ولكن عنده إعاقة هنا في الذهن، يستصعب الأمور وهمته تضعف دون أدنى شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. فسبحان الله، يعني ما كنت أدري أن الكسل وممكن الإنسان أن يزري بصاحبه إلى هذه الدرجة. وكم رأينا من أمور ممكن أن تتحقق ولكن لم تجد لها رجال يقومون بها مع أنها سهلة وبسيطة. وأنت اليوم ترى الفراغ الذي تراه في الإعلام، يعني لو كانت قناة سلام ربما يعني وجدت من يغطي هذا المكان أنت لو كنت مشغول. ولكن سبحان الله، يعني كم من أخ تجده ب1000 رجل، في رجل فينا ينجز أعمال 5 رجل في اليوم، 6 رجل في اليوم، وفي رجل لا ينجز حتى شيء. وهذا شيء في الدنيا غريب يعني. لذلك ربما يعني هذا هو الوضع للأسف. ولذلك فعلا ندعو أهلنا وإخواننا أستاذ أحمد إلى الهمة، وعبر صفحتك وعبر همتك العالية أيضا في العمل المستمر، فندعو إخواننا حقيقة إلى الهمة. المشاريع التي تحتاج إلى الخدمة اليوم عظيمة وكثيرة وملحة، والناس في حاجة حقيقة إلى أن تتحرك. أبو معاذ يعني لو كان إنسان مادي نفعي يتحرك من أجل مصالحه والله ما كان أنجز شيء، لكن هذا الإنسان كان يرى في يعني في القصور اللي حاصل في الدنيا، كان يرى في رأسه أمانة عظيمة جدا ولا بد هو أن يتحرك لها. أنا أذكر لما مرة في مشروع الدعوي هذا في واحد إنجليزي اسمه كارفن، كان سكير مدمن خمر، فوجده أبو معاذ في الشارع مرمي، فأخذه وجاء به إلى المسجد، وأنا صادف كنت في المسجد في ذلك الوقت، والرجل تفوح منه الروائح وشكله جدا قبح. فقلت له: يا أبو معاذ، يعني هذا الرجل يتكى عليك، ماذا تأتي به هو هذا سكران إلى المسجد يعني؟ فقال لي: سبحان الله، هل ولد سكرانا؟ قلت: لا، ما ولد سكران، لكن يعني سبحان الله الرجل ممكن يوم ثاني كده فايق وكده تتكلم معه. قال لي: لا، دخل به إلى الحمام وقصر له رأسه وكذا واستفرق الإنسان هذا. فكارفن هذا على كل حال قصة طويلة. كان يصلي معنا في المسجد بعد أن أسلم هذا السكير الحربيت. فيوم من الأيام يعني غاب، ما جاء في المسجد، فأبو معاذ ذهب إليه في مكان العمل، كان يعمل كذا نظام سكوريتي في منطقة بعيدة، وسحب العمل مجامل ومدخل إنجليزي زيه يعني. فلما جاء أبو معاذ عندهم فيحكي لي، قال له: يا كاربن، هذا صاحبك اللي جاي الجديد؟ فقال له: أيوة. فقال لي: تعال بالله عليك كلمنا، هذا الرجل 25 سنة سكير عربيد، أنا مش أقوله هنا بس عشان يعني عنده أطفال ما يرضى. أنت إيش عملت فيه الراجل هذا؟ بالله عليك إيش سويت فيه؟ إحنا تعبنا معه بكل الطرق، إيش أنت اللي سويته فيه؟ فأبو معاذ ترك الرجل واتجه الدعوة في هذا صاحب المحل يعني.
شوف بالله، شوف قصة. الهمة والعزيمة. نعم نعم، هذه العزيمة والرعاية والاهتمام، وسبحان الله يعني. فأبو معاذ قصة مرة كان أيضا رجل قالوا في رسالة ودعوة. في دولة عربية احتجزوه هكذا في المطار وكذا. فبعدين دخلوهم في الحجز، فوجد مجموعة من هناك محجوزين، ومنهم واحد جامبي. الجامبي ده هو الوحيد الما مسلم. فلما قالوا نصلي، ابو معاذ قال لهم يا اخواننا نصلي. فبعضهم يقول انا ما متوضي، بعضهم عنده جنابه، عنده كذا. جلس يفتيهم ويعلمهم، وكلهم صلى بهم بصاحب، لانه ما في ماء يتوضا، صاحب الجنابه وصاحب اللي ما عنده وضوء. قال لهم هذا في الفقه يسمى فاقد الطهورين، ما عندكم قدره الان للوضوء ولا للاغتسال، تعالوا صلوا. فصلى بهم. فالقام ما قام يصلي، فقال ليش ما تصلي؟ قال انا ما مسلم. قعد معاه يومين اللي قعدوه حتى ادخلوا في الاسلام، وبدا يصلي معهم. الله. يعني سبحان الله، انت الهمه شيء عظيم. رحم الله ابا معاذ، مدرسه. والله كان نعم مدرسة في الدعوة، ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم نعم. يعني نعم بارك مدرسه. الله فيه وجزاه الله كل خير. وأنا والله سبحان الله، أنا يعني لم أقرأ كثيرا عن هذا الرجل، ولكن والله والحق يقال شيخنا أبو الرشيد، أنا لما قريت العزاء اللي كتبته حضرتك، قلت هذا الرجل ليس ككل الرجال، ولذلك عزمت وقلت لا بد أن يفهم هذا الرجل ونقدم نموذج لوجه الله. وسبحان الله، هذه رسالة وهذا نموذج أيها المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة. وأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما في الحديث. نعم شيخنا نعم. كان محمود. رجل كان رجل نحسبه انه يعني كان نظيف اليد. مره بعد الثوره كان مشى لليبيا يدرس في مدينه مصراتة في الجامعه. ف مم. وهم يصححوا الامتحانات، جاءوا عندهم الطلاب بالرشاشات، اربجي دخلوا عليهم في لجنه الامتحانات، قالوا لهم اسماء قائمه نجحوا كل الطلاب هؤلاء. فالمدرسين الموجودين هناك قالوا لهم ابشروا ننجحكم، ما في اي مشكله خلاص يعني. الا ابو معاذ وقف قال لهم ما ننجحكم ابدا. فاخذوه ومشوا به الى منطقه مجاوره يهددوه. قال لهم والله لو تقطعوا ارواحي قطعه قطعه لا يمكن ان اتسبب. انتم كلكم الان الجموع اللي جاي هذا طلاب بهذا الشكل برشاشات يدخلوا في لجنه ويجبروهم عشان ينجحوهم في الامتحانات. انا لا يمكن اتحمل وزر هذا الشيء تربويا عليكم انتم وعلى اولادكم، مش على الناس الثانيين. اليوم لما تفعلوا هذا، انا ان يقال قتلتموني انا وضميركم يأنبكم افضل من ان يعني امضي معكم في هذا الامر. فقالوا سبحان الله، يعني في الاخير قالوا له طيب يعني تنجحنا وتغادر قال لا ما ننجحكم، لكن غادر ليبيا غادر ليبيا. فقالوا له خلاص غادر اترك الجامعه، فترك الجامعه وذهب الى تونس. فلما ذهب الى تونس بدا في تاليف جمعيه خيريه، تاسيس جمعيه خيريه للقران الكريم. والحمد لله رب العالمين تقريبا عندها الان فروع في بعض المدن التونسيه، والحمد لله ينتفع منها الكثير. فانشغل قبل مرضه بالسرطان بهذا المشروع اللهم يعني. اغفر له وارحمه وارحمه. فرحم الله ابا معاذ بارك يعني الله فيك. كان. يعني ندعو له كذا، ادعو لنا شيخنا ابو الرشيد بختام امين هذه امين الحلقه، آمين. ونحن نؤمن واياك ورحم والله استاذ الله احمد كل بارك المسلمين. الله فيك، ونذكر انه في كثير من ابناء شعبنا لهم هذه الهمم، وكثير من الدعاة لكن ربما ما سلطنا الضوء عليهم ان شاء الله. وربنا يوفقنا لكل خير ان شاء الله. حفظك الله استاذ احمد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ربي، اللهم ارحم اخانا ابا معاذ، اللهم ارحمه واغفر له وبارك في نسله يا رب العالمين، وبارك في تلامذته، امين. وبارك يا رب العالمين في هذه الحلقة الطيبة المباركة، وأن ننال أجرها وثوابها، واجز خيرا أخانا أحمد، وبارك فيه وفي همته وفي عمله يا رب العالمين، وجميع الأخوة العاملين في قناة سلام وبقية القنوات التي تسعى لنشر الخير. وفقنا لما تحب وترضى، اصلح لنا ذرياتنا وارحم والدينا، واكتب لنا يا رب العالمين لقاءك بخير مسلمين مؤمنين حنفاء طيبين. اللهم امين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم اجمعين. الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد على هذا وذاك، ونسال الله سبحانه وتعالى شيخنا ابو الرشيد ان يهدينا واياك الى مثل هكذا عمل خير. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيك ويجزي كل الدعاء الذين يعملون ليل نهار لاعلاء كلمه لا اله الا الله ورفع هذه اللغه، وكذلك يهيئ للدعاء العاملين لوجهه تعالى أن يهيئهم ويقويهم بإذنه تعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لك الحمد والشكر، ولك الشكر الجزيل، وأسأل الله أن يبارك في
رواد هذه القناة المباركة، وأنا أسعد دوما أن أطل على مشاهدينا الكرام بهكذا عمل نبتغي فيه وجه الله أولا، ثم نبتغي كذلك أجرا حسنا عند الله. وجزاكم الله كل خير. لكم التحية أيها الإخوة المشاهدون، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.